بسم الله الرحمن الرحيم. طول ما الرياضة في مصر وطول ما المنظومة الرياضية في مصر بتنجرف نحو شخص واحد وهو محمد صلاح، عمرنا ما هننجح. عمرك ما هتاخد خطوة، عمرك ما هتشتغل لصالح البلد دي. مستحيل ده يحصل، مستحيل ده يتم. ليه؟ المنظومة كلها منصبة في اتجاه لاعب واحد، هو اللي بياخد قرار، هو اللي بيقرر هيعمل ايه، هو اللي بينفذ، هو اللي بيقول انا عايز مين مش عايز مين، هاتولي مين ما تجيبوليش مين. الماتش ده ماليش مزاج العبه فمش هروح، ماليش مزاج اجي المعسكر الودي ده فمش هاجي. هو محمد صلاح، هو المدلل لاتحاد الكوره، هو المدلل لمصر كلها محمد صلاح. مش فاهم ليه، يعني هو لاعب كوره وحواليه 10 خشبات مثلا، حواليه 10 بهايم ما بيحسوش. مش بني ادمين دول برضو، وناس بتلعب كوره وناس خايفه على مستقبلها في الانديه برضو، ولا الناس دي ايه يعني؟ محمد صلاح ملوش مزاج يحضر الماتش اللي جاي، ماتش موريتانيا، وملوش مزاج يسافر. ليه؟ عشان يطلع طبيب المنتخب الاولمبي نصا طارق سليمان طبيب المنتخب الاولمبي بيقول لك قرار محمد صلاح بعدم خوض المباراه ده قرار صحيح. يعني هو محمد صلاح فعلا قال ده. كمل بقى يا معلم، بيقول لك لان النجيل هناك نجيل صناعي، فده ليه ضرر على اللاعبين. ثانيه واحده بس كده، يعني محمد صلاح بس اللي لعيب يعني؟ هو محمد صلاح بس اللي هيتضرر؟ يعني انا في ضرر للاعبين، تمام جميل. فده خطر على الكاحل وبيعمل خشونه على الركبه وبيعمل ميه على المعده وبيجيب اسهال وبيعمل بواسير يا عم في ايه؟ يا جدعان في ايه؟ انتوا بتهبلوا ولا عبط ولا بتستخفوا بعقول الناس؟ هو محمد صلاح ده لاعب وزيزو ده مش لاعب؟ صلاح ده لاعب ومروان عطيه ده اونطه يعني؟ اللي هي دي مش لعيبه وليها مستقبلها وليها انديتها؟ انتوا ليه بتطبلوا اللاعب بس؟ طب يا عم بلاش، هو محمد صلاح عمل ايه لمصر اصلا؟ تعالى على المستوى الفني بقى نتكلم فني بقى. لما لاعب بيبيع ويشتري فيكو ولقى الماتش ده مش هلعبه والمعسكر الودي ده مش هيجي، فاكرين يا جدعان المعسكر الودي اللي رفض يجي في ليفربول بادعاء الاصابه؟ انا كان نفسي تطلعوا تقولوا ان هو اتصاب او اتخبط او هو مش عارف خارج الكعب فيها وتشنكل فيه فمش هيقدر يلعب المباراه، بدل الافلام والحوارات دي كلها. يعني هو هيجي له خشونه على الركبه وزيزو هيجي له كحه؟ يعني انا مش فاهم في ايه. يعني هو خطر على صلاح ومش خطر على زيزو وباقي اللعيبه ومروان عطيه ورجاله في الملعب دي، ولا هو خطر على صلاح بس؟ مصطفى محمد ده مش محترف؟ عبد المنعم يعني لو لقيتوه تمام هتلعبوه؟ مرموش ده مش محترف؟ انما صلاح المدلل. نيجي كده نشوف صلاح عمل ايه. صلاح عمل ايه للمنتخب؟ صلاح ده قدم ايه للمنتخب؟ ما اوعى يالا تقول وصلنا كاس عالم، اوعى تقول وصلنا كاس عالم، اوعى تغفل دور تريزيجيه عن البطوله دي، او هي دي من وجهه نظر البطوله. اوعى تغفل دور تريزيجيه هنا، ان هو اللي وصلك فعلا لكاس العالم. عمل ايه صلاح؟ جاب لك افريقيا. طب رحنا كاس العالم، عمل ايه في كاس العالم؟ اتخانق عشان يلعب ماتش روسيا وماتش السعوديه، عمل ايه؟ هو جاب جونين عشان مجدي عبد الغني بس يحط لسانه في بقه، ده اللي عمله. طب جاب افريقيا؟ لا. طب عمل مشاكل عشان ياخد الشاره من احمد فتحي لما احمد فتحي رفض يروح المنتخب واعتزل دوليا؟ نسيتوا الكلام ده يا جماعه؟ الناس اللي ذاكرتها او الناس اللي لسه بتشجع كوره جديده، نسيتوا الكلام ده؟ فعمل ايه صلاح للمنتخب يعني؟ جاب لك البطوله اللي غايبه عنك من 2010، 14 سنه، 14 سنه البطوله ما نعرفش عنها حاجه. بس احنا هنطبل، احنا كاتحاد كوره طول ما المنظومه دايره بالطريقه دي، طول ما المنظومه دايره يعني الفتى او لتدليل فتى واحد او شاب واحد هو محمد صلاح، فانسى ان احنا نحقق اي انجاز. انسى، والناس دي ما تستاهلش ان هي تحقق انجاز. ما تجيش تسال ليه الجماهير ما بتروحش. يا عم الجماهير هتروح تعمل ايه؟ انا بعرف بالصدفه ان المنتخب هيلعب اصلا، يعني مش في دماغي ان المنتخب اصلا هيلعب ولا لا. ما طول ما في امثالكم وطول ما في الاداره دي في منتخب مصر او في اتحاد الكوره، خلاص بقى منتخب مصر ايه اللي انتوا بتتكلموا عنه بقى؟ اذا كان انتوا اصلا مش بتشتغلوا عشان خاطر منتخب مصر، عايزين الناس تروح تشجع منتخب مصر باي منطق؟ بطلوا تطبيل، اتقوا الله، استقيموا يرحمكم الله. سلام.